في الأول أحب الدكتور محمود علالي هيدينا some organizational points عشان to conduct الميتنج النهارده. مساء الخير. أنا دفعة 82 يعني كان على أيامنا كان العلام مش زي أيام 78. على أي حال مش هرحب بيكم لأنكم في بيتكم، احنا مجموعة عارفين بعض كلنا أغلبنا، ولكن برحب جدا 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 بالسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى. هو في بيته هيقدر يتكلم زي ما هو عايز، هيقدر يقول كل رأيه، هنقدر نسأله على كل حاجة عايزين نسأله فيها. المقابلة بتاعت النهاردة هي الأولى ما هياش الأخيرة. هنقابل سياسيين، هنقابل ناس مهتمين بالشأن العام عندنا احنا كمؤسسة وكأصدقاء وكناس لينا أصحاب كتير قوي. ممكن نكون مهتمين ان احنا نعرف الحاجة من أصحابها، مش عايزين مصدر ثانوي، عايزين المصدر الأولي للمعلومات نسأله بشكل مباشر أو نعرف منه بشكل مباشر. الحقيقة الكراود أو الحشد كبير قوي، فهنحاول بشكل من الأشكال ان احنا نخلي الأسئلة مكتوبة. الأسئلة هتروح للجنة اللي بتفرز الأسئلة وبتعدها لان احنا نسألها للسيد الأمين العام. والسيد الأمين العام طبعا النهاردة مشرفنا لأنه أعلن عن نفسه مرشح لرئاسة جمهورية مصر العربية في الفترة القادمة. برحب بحضرتك ترحيب شديد، وهطلب من حضراتكم من فضلكم كل واحد بس يحط ايده في جيبه ويتأكد تماما ان مفيش جرس تليفون هيرن. تمام. بندي لحضرتك الكلمة، حضرتك تقدر تقول لنا او حضرتك تبتدي وبعدين هنبتدي الأسئلة مع حضرتك. اتفضل. شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة التي وجهتموها، وأنا سعيد جدا أني أحضر في هذا الوسط المتنور المتابع المهتم بمصر ومستقبلها وبما يمكن أن نحققه بعد فشل المجتمع المصري في السنوات الماضية في تحقيق تقدم أو في علاج مشاكل أو في ممارسة دوره القيادي التاريخي. وأبدأ بأن أحيي خريجي بورسعيد والجزيرة، ولا شك أنه رغم أنهم بيجيدوا اللغة الإنجليزية إلا أني شفت أن هناك اعتراضا على استخدام اللغة غير العربية في مثل هذه الأمسية وهذا النقاش المتعلق بمصر ومستقبل مصر. وأنا بدوري وضعت اللغة الإنجليزية على جنب، وهندخل في نقاش بالعامية المصرية أكثر منها حتى اللغة الفصحى. احنا بننتمي إلى وطن قديم ذو قيمة كبيرة جدا لدى العالم. مفيش طفل في العالم في المدرسة الأولية أو المدارس الابتدائية في العالم كله شرقا وغربا شمالا وجنوبا إلا بيدرس تاريخ مصر كجزء من بناء شخصيته وبناء قدراته ومعرفته. ولهذا الاهتمام كبير جدا بالتطور، بأي تطور في مصر. والشعور بالإحباط من مصر كان تحسوا في أعين ناس كتير في العالم، من أمريكا الجنوبية لآسيا لإفريقيا لأوروبا. فين راحت دور مصر في السنوات الأخيرة؟ وإحنا نحن مصريين يعني عارفين إنه وطننا ده وطن ذو قيمة، وفيه حب كبير لدينا إزاء هذا الوطن مصر. إنما الخلل اللي حصل في السنوات الأولى من هذا القرن أو ظهر كان خلل في المجتمع ونظام المجتمع وقدرة المجتمع على تحقيق مكاسب والوصول إلى أهدافه.
كان في تراجع، وتراجع في كل المجالات. حسينا بها في تراجع الاقتصاد، لأنه الاقتصاد لم ينتج ما يجعل كل المصريين يشعروا به، وليس مجموعة صغيرة أو من الشراشيب. القواعد ما كانتش حاسة بها، وربما أيضا من القواعد، وصعودا إلى عدد كبير من المواطنين ما كانوش حاسين بتقدم، وشعرين بأن هناك صعوبة في الحياة تزداد. القيمة كل شيء بيقدم لهم لم تكن القيمة اللي بننتظرها. ولو استأذنكم في كلمة او جملة بالانجليزي واحدة بس، الكواليتي اوف لايف فقدت في مصر، مع انه هذه القيمة بالذات كانت جزء لا يتجزأ من مصر، حياتها، انطباع الناس عنها، رغبتهم في الهجرة اليها، العيش فيها، وكانوا اللي بيخرجوا من هنا دائما بذكريات جميلة وهائلة عن مصر وعن شعب مصر وعن الروح اللي بتحكم مصر وعن النظام والمدنية والحضارة والعلم. العرب مثلا، واحنا كنا السباقين في ان احنا نرسل البعثات التعليمية، لا اقول نعلم، انما نرسل البعثات التعليمية ونرسل الاطباء ونرسل المهندسين علشان يبنوا وعلشان يخرجوا من المدارس اجيال من العرب تشعر بارتباطها العربي وارتباطها بمصر بالذات. مش هننسى ان مصر كانت هي اللي بتقدم الشعر العظيم والغناء والموسيقى والادب والعلم للمنطقة وباسم المنطقة امام العالم. محدش ينسى طه حسين عميد الادب العربي، او العقاد، او توفيق الحكيم، او سلامة موسى، او والاسماء لا تنتهي. محدش ينسى شوقي امير الشعراء، وحافظ ابراهيم شاعر النيل اللي غنت له ام كلثوم مصر تتحدث عن نفسها. محدش ينسى ام كلثوم وعبد الوهاب. محدش ينسى المسرح. كل هذا كان ايه؟ كان نتاج عمل المجتمع. المجتمع كان ناجح اقتصاديا، متقدم ثقافيا، متقدم علميا، ومن اشهر العلماء علي مصطفى مشرفة اذا كنتوا تذكروا هذا الاسم العظيم. وهكذا في كل فروع الفن والادب والعلم وكل شيء. ثم فجأة حصل هذا التراجع. نبحث عن اي حد ما نلاقيش، واصبحنا بدلا من ان نكون قادرين مبادرين اصبحنا تابعين في حاجات كتير جدا من هذه المجالات. هذا شيء لا تقبله النفس المصرية. ولذلك لما قلت ان النفس منكسرة في كلمتي في القمة الاقتصادية والتنموية اللي عقدت في شرم الشيخ يوم 19 يناير، 6 ايام قبل يوم 25 يناير يوم الثورة العظيم، لما قلت ان النفس منكسرة كنت اقصد الكثير في هذا. ولما قلت ايضا في نفس هذه الكلمة امام كل الملوك والرؤساء في شرم الشيخ يوم 19 يناير اللي فات ده، انه ثورة تونس ليست بعيدة عن هذه القاعة وليست بعيدة عنا هنا. كانت اشارة ومعارضة لمن كان يقول ان تونس شيء واحنا شيء. ده غير صحيح. النفس كانت منكسرة في كل مكان، والنقص في الارادة في العزيمة في كل شيء كان هو الطابع اللي ادى الى هذا الانفجار العظيم، ثورة 25 يناير. هذه الثورة اخذت العالم كله على غرة، مفاجأة. كتير افتكروا، وكتير من المصريين وكتير من العرب افتكروا انه مصر لن تقوم لها قائمة، خلاص لا هيقوموا ولا
هيهتفوا ولا هيثوروا، وانه اللي حصل حصل وفلان هيكمل وبعد فلان هيجي فلان ابنه. وكان الحقيقة كنا في غاية الضيق جميعا، لأن مصر لا تعامل هكذا ومصر لا تسير هكذا. إنما خلاصة القول أن المجتمع المصري كان به خلل كبير. الآن بعد 25 يناير الآفاق فتحت والناس انبهرت، الناس في العالم انبهرت. كل حد يجي دلوقتي يلف في ميدان التحرير، كل واحد يجي من الزوار يمشي في ميدان التحرير ويقعد ويشوف ايه ويقول بيشم ايه اللي عمل ده. يعني بكره بان كي مون جاي وقالوا لي انه بعد المباحثات عايز 10 دقايق ما بين المواعيد عشان يلف في ميدان التحرير، يطلع من الجامعه العربيه يلف في ميدان التحرير وبعدين يروح مجلس الوزراء. وكل اللي جم عملوا كده، كل اللي جم عملوا كده. طبعا ده يخلينا نقول ان ميدان التحرير ده يجب ان يعاد تخطيطه بشكل يكون هو الاناقه، هو التاريخ، هو اللي يعكس هذه اللحظات، هذه الايام العظيمه اللي ثار فيها الشعب واسقط النظام. ولكن هل هو اسقاط النظام هو الهدف؟ طبعا لا. خلاص عايزين نشوف هنعمل ايه اللي المفروض نعمله وكيف نتحرك وايه الهدف. في عرفي، وده رأيي وقلته ارجو ان يكون يعني عدد منكم على الاقل قد قرأه اكثر من مرة، انه ارى ان الانتخابات الرئاسية يجب ان تسبق البرلمانية. لماذا؟ ما هو في رأي ورأي، يعني في من صفق وفي من همهم، مفهوم. انما مش ده المهم. الحقيقة المهم هو ايه؟ ان نحلل الامور. هل المجال السياسي المصري في العواصم، في المدن، في القرى، في المراكز، هل حصل فيه تطور؟ هل حصل له اعداد؟ يعني الاحزاب القديمه قالت الله ده احنا كنا مكبوتين بالحزب الوطني، طب ننفتح بقى ونتكلم عن مبادئنا ونروح نجيب الناس من القرى ونحاول نجندهم ونعمل نختار نواب لنا او مرشحين من عندنا ونعيد طرح البرامج بتاعتنا. ما حصلش. طيب هل الشباب بتاع 25 يناير جاله عنده الوقت انه يكون احزابه ويختار ناس من الكبار اللي يقدروا يشاركوهم ويقدروا يعملوا الفجوة، يسدوا الفجوة ما بين فتوة الشباب وخبرة من هم اكبر منهم في بوتقة واحدة في قارب واحد عشان يسمون؟ لا لسه. طيب اذا كيف ينتخب البرلمان؟ مين اللي هينتخبه؟ يعني هنجيب نفس الناس والاشخاص والوجوه القديمة، بعضها الحقيقة بعضها محترم ما بنقولش لا، يعني مش كل واحد سيء، انما المجموع كله لن يعكس نتائج ثورة 25 يناير.